السلام عليكم أصدقائي، مرحبا بكم بفيديو جديد راح أتحدث فيه عن ترتيب العربي القطري بعد نهاية مباراة اليوم، وترتيب عمر السومة ضمن هدافي بطولة الدوري، وموعد مباراة العربي القطري القادمة. ترتيب النادي العربي القطري ضمن بطولة الدوري بعد الفوز الكبير لنادي العربي اليوم على نادي الأهلي بنتيجة 4 أهداف مقابل 3، صار عند النادي العربي 43 نقطة، وبالتالي هو متصدر ترتيب الدوري القطري برصيد مثل ما قلنا 43 نقطة، لكن بشكل مؤقت. إذا فاز الدحيل بكرة راح يرجع يتصدر الدوري القطري، لكن إذا خسر الدحيل نادي العربي القطري راح يبقى في المركز الأول. ما ظل ولا مباراة سهلة بالنسبة لنادي العربي القطري، كل المباريات صعبة، ظل 3 مباريات بس، لازم يفوز بكل المباريات هاي وينتظر تعثر نادي الدحيل. 3 مباريات يعني مو سهلة، مباراة ضد الوكرة ومباراة ضد الغرافة والمباراة الأخيرة ضد السد، ما ولا مباراة سهلة بالنسبة للنادي العربي، لكن لازم تفوز بيها وتنتظر تعثر نادي الدحيل. ترتيب عمر السومة ضمن هدافي بطولة الدوري القطري بعد تسجيل العقيد اليوم هدف ضد النادي الأهلي، صار عنده 14 هدف، وحاليا هو متصدر متشارك الصدارة مع مهاجم نادي الدحيل اللي أيضا عنده 14 هدف. يعني بكرة مهاجم نادي الدحيل أولنجا إذا سجل راح يتصدر، وإذا ما سجل راح يبقى هو وعمر السومة بنفس رصيد الأهداف. موعد مباراة العربي القطري القادمة إن شاء الله، نادي العربي راح يواجه نادي السيلية ضمن بطولة كأس أمير قطر. موعد المباراة إن شاء الله يوم الثلاثاء بتاريخ 25 من الشهر الحالي، يعني تقريبا بعد عيد الفطر بيومين إن شاء الله. المباراة في تمام الساعة 6:45 بتوقيت سوريا ومكة المكرمة ولبنان، وفي تمام الساعة 7:45 بتوقيت دولة الإمارات، وستكون منقولة عبر قنوات الكاس والبي إن سبورت. هذا كان فيديو اليوم، لا تنسوا تدعمونه، وصلوا أكبر عدد من اللايكات.